ربنا لما يحبك وانت ماشي في سكة غلط هتلاقيه بيقفلها في وشك حتى لو كانت روحك فيها. ربنا لما يحبك ويلاقيك متعلق بحاجة ونفسك فيها بس هي هتضرك وهتتعبك هيبعدها عنك مهما عملت ومهما حاولت انك تاخدها. ربنا لما يحبك ويلاقيك بتغلط وتعمل ذنوب هتلاقيه بيوجع لك قلبك وبياخد منك كل حاجة كانت هي السبب في الذنب ده. ربنا لما يحبك هيبتليك بس برضه هيخليك تقدر انك تتحمل الابتلاء ده وهيقويك عليه وهيكون جنبك لحد ما تعدي وجعك وألمك. بس انت يا ريت ترضى ساعتها باللي ربنا كتبهولك وقسمهولك. تلاقي احيانا ربنا يقفل لك كل سكة انت ماشي فيها ويصعب عليك اي طريق انت عايز تدخل منه، ده عشان يبعدك عن الطريق ده بالذات. اصله كان طريق غلط، طريق كان هيأذيك ويوجعك ويضرك، بس بعدها هيدخلك الطريق الصح، الطريق اللي فيه الخير ليك. ولما تمشي فيه وتوصل لآخره وقتها بس هتعرف ليه كل اللي فات ده حصل في حياتك، لكل الطرق كانت حيطة سد وكانت متقفلة في وشك. ساعتها بس هتعرف ان الخير هو اللي كتبه ربنا ليك من البداية. عشان كده خلي ثقتك دايما في ربنا كبيرة وفي اختياراته ليك وانه دايما هيعمل لك الصح. اصبر وما تبصش تحت رجليك. في مقولة بتقول لا تحزن على شيء فقدته فربما لو ملكته لكان الحزن أكبر. خلي بالك الرضا بالمقسوم هو باب الله الأعظم وجنة الدنيا وراحة البال. وعشان الدنيا مش دايما بتمشي زي ما احنا عايزين، احنا محتاجين اننا ندعي ربنا عز وجل انه يزرع في قلوبنا الرضا بالمقسوم، الرضا باللي ربنا قسمه لنا وكتبه لنا. وعايزاك تفتكر كم مرة كان نفسك في حاجة وربنا منعها عنك وبعد مرور الوقت قلت سبحان الله لو كنت أخدتها أنا كان زماني منعت عن نفسي خير كبير قوي. صدقني ربنا لما بيمنع عنك حاجة بيتمناها قلبك وهتتجنن عليها، بيمنعها عشان يديك اللي أحسن منها. بس عارف ده هيحصل امتى؟ ده هيحصل لما تسلم أمرك لله وترضى باللي ربنا قدرهولك وكتبه عليك وتصبر وتقول أنا واثق يا رب في اختيارك ليا. ساعتها بس هتشوف عطاء ربنا ليك ونعمته عليك. خليك واثق إنه كل ده بيحصل في حياتك عشان ربنا بيحبك.